تحية طيبة خوتي المواليع، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. ان شاء الله غنشارك معكم التجربة ديالي مع الفقاصة اوتوماتيك ديال 48 بيضة، نشوفوا النتيجة ديال الانتاج ديالنا كيفاش كانت وشنا هما المشاكل اللي لقيت فيها. بالنسبة لهاد الفقاصة كيف ما كتشوفوا، هي النهار الاول هذا راني حطيت فيها البيض، نشرح لكم بعدا ليكرو مناش كتكون ونكملوا ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا عندها 4 ديال الخانات، وحده ديال تقليب البيض على ساعتين، وحده فيها الطومبيراتور، وحده فيها الميديتي، واللي فيها داي يعني عدد الايام اللي حسبتنا الفقاصه. كيف ما كتشوفوا هذا هو البيض اللي حطيناه فيها. نطلقه من هنا 18 يوم باش نحيدوه من التقلاب في البلاطوات. يلا نمشيو. من بعد ما داز 18 يوم قلبنا البيض اللي عندنا، لقينا هادو خاسرين، شي وحدين فيهم خاويين في خطره، وكاينين شي وحدين محروقين يعني داز فيهم العرق، ربما فعل الحراره اللي كانت زايده. الامر اللي استغربت ليه هو انني من بعد ما حيدتهم من التقليب وحطيتهم في البلاطو، وبالضبط نهار 18 في العشيه لقيت الفقاصه فيها شي فليلسات. امر الصراحه اللي جاني بيزار، ما عرفتش واش شفيتها وقعت لكم نتوما ولا لا، ان الفلوس يفقس على 18 يوم. لقيت 2 فليلسات والثالث كيفقس. واش الدجاجه كانت سخنات البيض يعني قبل ما نحطو انا؟ والله صراحه ما فهمتش، حيت البيض ديالي هذا ماشي ديال شاريه ولا شي حاجه، البيض ديال ابراهيم الثلجي عندي. هادو هما الفليسات كيف ما كتشوفوا، ما شاء الله. الله يبارك. هذا مسكين لقيتو يلاه هرس البيضه باقي سخفان في خطره كاع. استغربت، على عكس كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، الاوسترالو بقى اخر وحدين خرجوه هما الاوسترالو. هنا كنت حاط غير البيض ديال البراهمه والاوسترالوب، وهذوك البيضات اللي شفتو خاسرين ديال واحد الصديق كان عطاهم ليا، فيهم السيراما وفيهم شي براهمه اخرين، حتى وحده فيهم ما خرجات. يعني 10 البيضات حتى وحده والله ما خرجت فيهم شي وحده. خطا وحده ديال البراهمه اللي لقيتها عامره، خسر واقيلا في شي 15 يوم ولا. المهم هذا النهار 19 عاوتاني كنجيو نشوفوا الحصيله اللي تزادت عندنا. تزادوا شي فلينسات اخرين، 2 اخرين. الاخرين دوزوا عندي نهار حيدتهم درتهم في الحضانه، خليتهم نهار بيد ما نفخوا الريش ديالهم. وهذاك اللي من لهيه هو هذاك اللي كان البارح باقي سخفان. دابا غنمشيو نشوفوا النهار ديال 20 شحال خرج عندنا العدد. كما قلت لكم، ها هو الاوسترالوب يلاه بدا تيخرج اليوم، بحكم البيض ولا كيكحاز ليه الجنب. درتو في هاد الشبكه هادي باش ما يبقاش قايس الماء. من بين المشاكل اللي كاينين في هاد الفقاصه هو الرطوبه، يعني الرطوبه ما كتحكمش فيها 100%، حيت كل مره خصك تزيد الماء مانييل، بعد مرات كتزيد الماء بكميه كثيره تترتفع الرطوبه لواحد النسبه عاليه، اللي تيقدر يخسر البيض في بعض المرات. اولا واخا كتزيد الماء ما كتكونش الرطوبه مزيان. هاد النهار 21 وهذه هي الكماله ديال الحصيله. الرطوبه قلت لكم حيت لقيت 4 ديال البيضات اللي بقاو لي في الاخير. لقيت الفلاس مكتملين النمو ولكن ما خرجوش كيف ما غادي تشوفوا في الفيديو. هذه هي الحضانه ديالنا، حنا درنا لهم حضانه البوله كيف ما كتشوفوا، حطينا لهم الماكله، ونتمنى الله ييسر فيهم. كان هذا فيديو خفيف على القلب، نتمنى نكون فدتكم، والله يسخر من الجميع ان شاء الله.